السلام عليكم، ان شاء الله طيبين وان شاء الله تكونوا بخير ونعيم فاتم الصحة والعافية. طبعا كلنا شفنا المفاجآت اللي حدثت امس للاهلي المصري وفريق بيراميدز خروجه من دوري ابطال افريقيا. بيراميدز كان مرشح للقب لكن للاسف الشديد خسر داخل ارضه ويتهزم وودع البطولة. الاهلي المصري خرج بنتيجة نوعا ما اعتبرت الجمهور ايجابية، ويتكلموا المحللين والفنيين والاعلاميين عن فوز الاهلي المصري بنتيجة كاسحة على الترجي، لانه الترجي شايفين انه ما في يوم وفريق ما بيستحق ينتصر على الاهلي. شفنا العكس، الاهلي في الشوط الاول اضاع فرص بالجمله، وفي النهايه في الشوط الثاني عاد الترجي وخسر الاهلي وخرج من البطوله. طيب يا عزيزي، السبب شنو اللي خلى الفرق دي تخسر رغم انه في فرق طلعت بنتيجه ايجابيه زي بيراميدز لما نقارن نتيجته مع نتيجة الهلال السوداني نفس النتيجة، لكن نتيجة الاستهتار وعدم احترام الخصم والتقليل من الخصم أدت إلى خروج هذه الفرق. كل الناس بتتكلم إنه بيراميدز حيهزم الجيش الملكي لأنه طلع بنتيجة إيجابية. أنا بقول لك الكلام ده ليشنو؟ بقول لك الكلام ده لأنه الآن نحن عندنا مباراة أمام نهضة بركان، ونحن ماشيين على نفس النهج ونفس الاستهتار، وإنه شايفين يا أخي إن إحنا ممكن نهزم نهضة بركان. ده كان في المغرب وحقيقة كان ممكن نهزمه لكن ضيعنا الانتصار. لكن الآن الناس بتتكلم شايفة طالما أنت خرجت بنتيجة إيجابية من المغرب ممكن تخرج بنتيجة في رواندا في الأرض المحايدة وفي ملعب الهلال وتنتصر وتتأهل للمرحلة المقبلة. وبقينا نحسب نحن حنقابل منه، حنقابل الجيش الملكي، والجيش الملكي صعب وصعوبة الجيش الملكي والكلام. أنا الرسالة دي بقول لكم أنتم كمتابعين، وبقول للجماهير، وبقول للعيبة، وبقول للإدارة. نحن لحد الآن ما ضمننا التأهل عشان نتكلم نحن نواجه منه. لابد من يكون في جدية في التعامل مع هذه المباراة، وأنا شايف الإدارة هي بتتعامل لحد الآن بجدية، لكن الجدية نحن عايزينها تكون من اللعيبة وتكون في مسؤولية ويكون في تعاون في المقدمة الهجومية. زي ما تحدث ريجي كامب إنه المباريات بتلعب في الملعب، قبل المباراة ده شيء وداخل المباراة شيء تاني بشكل مختلف، مفاجآت، إصابات بتحدث، أشياء كثيرة بتحدث داخل المباراة. نحن اليوم أمام تحدي تاريخي، أمام فرصة تاريخية نتأهل وبعدها نشوف اللي بيحصل شنو. المباريات اللي حصلت دي كلها بالنسبة لنهضة بركان ممكن تكون دوافع توضح لهم يا أخي والله ما في شيء صعب، فريق في المغرب أنت قاعد تنافس، الفريق ده انتصر على بيراميدز حامل اللقب ومرشح للبطولة دي انتصر عليه وكمان نتيجة واحدة، أنت ممكن تعمل الحاجة دي حتكون كلها دوافع حتحفز نهضة بركان. نحن عايزين لعيبة الهلال ما يستهتروا بالخصم، احترام الخصم واجب لكن برضو كرامه بالاهداف واجب. تشكيله لابد تكون تشكيله مناسبه وكل لاعب يمثل نفسه ويمثل الهلال، تلعب لنا بحماس، تلعب لنا برغبه، ما تنتكل على فلان وعلى علان. عايزين برضو التعاون في المقدمه الهجوميه، الهلال حيجد فرص لكن كيف تتعاون في احراز هذه الفرص. زي ما امس شفنا الاهلي المصري اضاع فوز تاريخي في الشوط الاول، لكن مشكله الاهلي المصري ما في مهاجم يحرز اهداف، يعني في فرص، في اجنحه بتصنع فرص لكن ما في المهاجم اللي بيحرزها. نحن في الهلال نفس المشكله، نحن عندنا اجنحه ما بتتعاون مع المهاجم اللي بيسجل الفرص. المهاجمين عندنا موجودين سواء كان صنداي سواء كان محمد عبد الرحمن، لكن ما في التعاون الكافي خصوصا مع صنداي من نوعيه اللعيبه اللي ممكن يحرز ليك من نص فرصه هدف. زي ده انت المفروض تلعب ليه، شفت مريح تلعب ليه، وهو اصلا بيضعك في الوضع المريح اللي بيخليك تباصي ليه ويجبرك تباصي ليه، زي ما شفنا في فرصه جان كلود ما باصى له، ما لعب له، لو لعب له ما كان بندخل المباراه بالضغط. حكايه انه نحن طلعنا بنتيجه ايجابيه 1-1 في بركان، النتيجه دي نعتبرها ملغيه لانه انت بتلعب امام خصم محترم، خصم صبور، خصم منظم جدا، يلعب معاك نفسي اسلوب الجيش الملكي، تكتل لك دفاعيا وخليك تهاجم ويلعب معاك بالهجمات المرتده ويهزمك. نحن عايزين الهلال يلعب بتوازن ويلعب بانضباط كبير جدا وعدم استهتار. نص فرصة لقيتها طوال يكون نفس النجاعة الهجومية اللي حصلت في مباراة صن داونز في جنوب افريقيا، ويدنا فرصتين جبنا اهداف. ده نحن اللي عايزينه في مباراة اليوم. بعد ندهل نواجه الجيش الملكي، وبالرغم ان انا ما عايز اواجه الجيش الملكي ده ولا تمنيت تأهل بيراميدز لانه كان ممكن نفاجئه نفسي ما فاجئه الجيش الملكي، لكن في النهاية نحن خلونا كده نتجاوز المرحلة دي ونتجاوز نهضة بركان وبعده نشوف اللي بيحصل شنو، كله مباراة ظروف وتحديات وأوضاع. دي الرسالة اللي أنا حبيت أوجهها، إنه في مفاجآت بتحصل وممكن الهلال يتفاجأ، لكن أتمنى الهلال يكون شنو في مفاجأة سارة وتفيد الهلال السوداني وتفيد الفريق السوداني، ونشوف الهلال إن شاء الله في المرحلة المقبلة وخطوة خطوة بإذن الله نحو اللقب. أهم شيء مباراة اليوم يكون في مسؤولية، يكون في تحدي، لعيبة يكونوا في يوم، الإدارة تكون في يوم برضو بالنتيجة للحوافز، نتيجة لعوامل كثيرة.
المدرب يكون في يوم ويضع التشكيلة المناسبة، وفي اعتقادي الشخصي ما حيكون في تغيير كبير في التشكيلة. الظهير الأيمن ممكن يلعب لك جوباك وقمرديني، وبنسبة كبيرة أنا شايف حيكون القمرديني. عبد الرؤوف حتى لو صار في البديل كندي سكول برضه بيقدم في مستويات. ممكن أحمد سالم. الهلال عنده عناصر كبيرة، وعنده عناصر خطيرة، وعنده عناصر عندها وزنها وقيمتها، لكن أهم شيء نتمنى التعاون في المقدمة الهجومية. وريجي كان بيتحدث مع اللعيبة على التعاون ده، قال لهم يا أخي الجماعية أهم شيء، بتلعبوا لفريق ما بتلعبوا لنفسكم، بتلعبوا لفريق، بتمثلوا فريق، وكل ما تعاونتوا كل ما مشينا مرحلة أفضل وأفضل، وكل ما تقدمت الهلال وكل ما قيمتكم السوقية انتوا ارتفعت. وأوروبا والفرق دي بتنظر للاعب اللي بيقدم يعني حلول واللي بيساعد في اللعب أفضل من الحاجات الفردية، يعني مصلحة الفريق أهم من الحاجات الفردية. في النهاية نحن نتمنى التوفيق للهلال، وبتمنى الهلال ولعيبة الهلال يكونوا في يوم، والمدرب يكون في يوم، وإن شاء الله ننتصر على نهضة بركان، تكون عيدية جميلة والناس تكون فرحانة وتكون مبسوطة. وتحياتي لكم، الناس تعمل شير وتعمل لايك لهذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.